ما يمكنش تكون داخل هاد الايامات السوشيال ميديا فيسبوك واتساب او لا انستغرام او لا حتى تيك توك وما يبانش ليك الفيديو ديال الانجاز التاريخي لحسين عموت. كندوي على التاهل ديالو مع الاردن للنصف النهائي ديال كاس اسيا من بعد ما انتقدوه وكانوا بغاو يقدم الاستقاله ديالو وكاملين كانوا كيغوتوا ارحل يا عموت. بين عشيه وضحاها كلشي ولا كيموت عليه واعتذروا منه شخصيات كبيره اللي انتقدوه وكانوا ضد الاستمراريه ديالو مع المنتخب الاردني. اخباركم باللي هذا الانجاز التاريخي اللي دار حسين عموت حيث هذا السيد يقدر يوصل لاول مره في تاريخ المنتخب الاردني للنصف النهائي كاس اسيا اللي جامع منتخبات ماشي سهل والمنافسه فيها قاصحه. هنايا المغاربه بداو كيقترحوا علاش لا عموته ما يكونش في بلاصه الركراكي، السيد اللي واعد باللي غادي يسالي المسيره ديالو الا ما وصلش النصف النهائي ديال كان 2023. واش زعما ممكن نشوفوا عموته على راس المنتخب الوطني بالاخص من بعد هذا الانجاز هذا اللي دار؟ واش ممكن يكون مقترح سليم لفوزي القجع؟ السيد يقدر يديرها مع الاردن اللي فيها لعابه ناقصين والمستوى ديالهم ضعيف عالميا، يعني ممكن يمشي بعيد مع المغرب اللي كيتوفر على مؤهلات وامكانيات حسن. غير هذا القرار كيبقى على عاتق فوزي القجع اللي مشكور على انه خدا خطوه مزيانه باش يكونوا واجدين في كان 2025 اللي غادي يتنظم في بلادنا وباش يتصلحوا الاخطاء والعاطفه اللي دارت في كان 2023 بالاخص امام جنوب افريقيا. المنتخب اللي شكل لنا عقده منذ زمان واللعب اللي دخلنا به ديال المونديال ربحوا لينا هو وشد لنا النور وقال لنا اجيو تماركيو. للاسف ما قدرناش نلقاو حلول والمدرب ما بينش الحنكه ديالو اللي كانوا كيتسناو منه الجمهور المغربي. وبما ان الكان اللي غادي يتنظم في المغرب المنافسه دايره غير بين منتخبات افريقيه، فمن بين الحوايج اللي فكر فيهم القجع ان الماتشات الوديه كاملين اللي غادي تكون استعداد وبريباراسيون لهذا الكان 2025 ما غاديش تكون ضد النرويج او لا كندا او لا فرنسا، بل غادي تكون مع فرق اللي من قاره افريقيا اللي ممكن تكون الخصم ديالنا من هنا لقدام. باش نكونوا واضحين الاحصائيات ديال وليد الركراكي هربانه بزاف على حسين عموت بالاخص الانجازات ديالو. كندوي على عدد المباريات اللي فاز فيهم في هذه المده كامله اللي كان كيدرب بالفراقي وحتى المنتخبات، فالاحتماليه باش يمشي وليد الركراكي قليله بزاف. واخا ما كتبش نبقاو في المنافسه ديال كان 2023 واخا حكيم يسقل بينالتي، راه باش نكونوا واقعين مع وليد الركراكي ولينا على الاقل كنتفرجوا في شي حاجه سميتها كور ولينا كنطولوا شويه في المنافسات. وباش تاكدوا تفكروا الكان اللي كان قبل اللي الاغلبيه فيهم كنتقصاو من دور المجموعات وكاين منهم اللي اصلا ما تاهلناش باش نلعب وبلا ما نكذبوا ولينا مشهورين وبزاف ديال الناس ولاو كيقلبوا علينا ولاو باغيين يعرفونا فين جينا في الخريطه. والدليل ان نسبه السياحه في المغرب دوبلات، فاحنا ما كنساوش الانجاز اللي دار هذا المدرب ولكن ضروري ما يتصلحوا بزاف ديال الاخطاء اللي دارهم بالاخص في اخر ماتش مع جنوب افريقيا. صراحه المغاربه ما مستعدينش لشي واحد جديد بفلسفه جديده اللي ممكن تكون العاطفه خدامه اكثر من التكتيك والتكتيك هو اللي كينفع في اي مقابله. في نظركم وليد الركراكي او لا حسين عموت؟ الراي ديالك كمغربي كيهمنا، خليه لينا في التعليقات، دير لايك وبارطاجي مع صحاب، دير متابعه الصفحه ومرحبا بك في العائله ديالنا. كان معكم محسن، هذا مكان تهلاو.